السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سألني أحد جماعة المسجد وقال: صلى بجانبي شاب فاتته ركعتين، قضى ركعة ثم سلم، فقلت له: بقي لك ركعة، فسجد للسهو ثم سلم وانصرف. وهذا الفعل من هذا الشاب خطأ، فصلاته باطلة، لأنه ترك أركانا من أركان الصلاة وليس ركنا واحدا، وكان الواجب عليه أن يأتي بالركعة ثم بعد ذلك يسجد للسهو، لأن أركان الصلاة لا يجبرها سجود السهو، بل لا بد أن تأتي به ثم تسجد للسهو. فمن ترك ركن من أركان الصلاة ناسيا وكان الفاصل يسيرا بعد السلام فإنه يأتي بركعة جديدة ثم يسجد للسهو. لكن إن طال الفصل بين الصلاة ونسيان الركن فإنه يعيد الصلاة كاملة. ولذا كان من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا أركان الصلاة لهذه القضية. أسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا يا رب العالمين.